السلام عليكم على اجمل واغلى اخوات في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده حلوى كل الكبار والاطفال بيحبوها، بجد حلوى الدلع، الحلوى اللي كل اولادنا مخلصين فلوسهم عليها. لا احنا نعملها في البيت بطعامه، بصوا يعني حاجه كده ما تفرقش تماما عن بره، بالعكس انضف واحسن واجمل كتير مليون مره من اللي بره. وشايفين الاشكال معايا؟ بجد اشكال قمر بجد. هنعمل مع بعض الكاندي او حلوى الهربو او الجيلي كولا بابسط واسهل طريقه. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نسمي الله ونشوف وصفتنا الجميله وبسم الله. ومعايا في البدايه 3 انواع من الجيلي، طبعا النوع اللي انت تحبيه او تفضليه مفيش مشكله خالص. طبعا الاساس بتاعنا جيلي الفراوله، كل اولادنا بيعشقوه. ومعايا كمان جيلي بنكهه الليمون والنعناع وجيلي بنكهه المشمش، يعني 3 انواع مختلفين. طبعا عملناه قبل كده مع بعض بالجيلي كولا، وعملناه بنكهات مختلفه، عندي كمان التفاح الاخضر فكان مميز جدا وحبيت افكركم بيه واعمله معاكم من تاني. اول نكهه هنبدا بيها هي جيلي الفراوله، ومعايا الوزن الصافي من الجيلي الفراوله 70 جرام. تمام. معايا هنا في بوله صغيره وهنزل فيها بربع كوبايه من الميه، يعني ما يعادل 60 مللي. تمام يا حبايبي. ونقدر نستخدم الكوبايه العاديه خالص او الكب المعياري زي ما مستخدمين مع بعض. وعليها بمعلقه كبيره من الجيلاتين. الجيلاتين ده بودر وحلال ونقدر نستخدمه، ملوش ريحه ولا طعم خالص. قد ايه بالظبط؟ يعني لو بالمعلقه المعياريه اللي احنا استخدمناها ف 15 مللي، لو بتستخدمي المعلقه العاديه بتاعه الاكل يبقى معلقه كبيره مليانه هرميه من الجيلاتين. معايا هنا وبدوبهم مع بعض واسيبهم جانبا خالص. معايا في الحله هنا وانزل فيها بنص كوبايه من الميه، حوالي 125 مللي من الميه. تمام. عليها معلقه كبيره من العسل الجلوكوز، طبعا لو متوفر تمام، مش متوفر عادي, عادي جدا تقدري تستغني عنه تماما. انا كنت بعمله قبل كده من غير العسل الجلوكوز وبيكون تمام خالص. بدوبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وعايزه اقول لكم الميه اللي بنستخدمها مع الحله كده في البدايه او مع الجيلاتين بتكون ميه بارده عاديه خالص من الحنفيه. تمام. يعني مش ميه سخنه ولا اي حاجه تماما. وبنزل بالباكت بتاعي من الجيلي الفراوله. اول نكهه او اول طعم معانا اللهم بارك بيكون خطير جدا في لونه وفي طعمه وفي ريحته وفي كل حاجه. كلنا عارفين جيلي الفراوله عامل ازاي. وبسيبه على النار لمجرد ما يبدا ان هو يغلي معايا ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. على طول انزل عليه بالجيلاتين. شايفين بقى الجيلاتين تماسك ازاي؟ طبعا بيتماسك جدا، والجيلاتين بيبدا ان هو يعني يتشرب كل كميه الميه اللي بنضيفها له. بننزله ونبدأ باستمرار نقلب كويس جدا. لازم ندوب الجيلاتين والجيلي بتاعنا كويس خالص، ما يبقاش فيه اي حبيبات متراكمة على الاجناب او في اجناب الحلة او في القاع. لازم نقلب كويس جدا جدا لوقت ما يدوب معانا الجيلي والجيلاتين ويبقى تمام خالص. وبمجرد ما بنضيف الجيلاتين بنسيبه ياخد غلوتين وبس، وبعد كده نشيله على طول. في طريقه كمان للجيلي كولا، ايوه في طريقه كمان، ولكن انا بفضل الطريقه دي جدا. وكل حبايبي اللي متابعيني من بدايه القناه عارفين جدا ان انا بحب الطريقه دي وقدمتها معاكم في البدايه خالص. معايا بقى هنا دي اشكال السيليكون بتاعه الشوكولاتات. دي موجوده عندي طبعا من زمان اشكال كتير، لكن الاصابع دي انا لسه جايباها الصراحه. الاشكال دي حلوه جدا، شكل الدببه والورده والفنجر، الاصابع منظرها بصراحه تحفه جدا، والدولافين يعني اللهم بارك. كل الاشكال القمر اللي احنا شفناها مع بعض ولسه هنشوف كمان. معايا هنا بقى وهقول لكم، بس هنا معايا لازم نستخدم قالب او قب او كوبايه يكون ليها بوزه. دي بتسهل علينا اكتر لما نيجي نصب الخليط بتاعنا، تكون سهله وما توقعش مننا كتير. كمان السرنجه دي نقدر نستخدمها، طبعا دي سرنجه متعقمه ونضيفها تماما، مش مستخدمه قبل كده خالص. ونقدر نستخدم السرنجات اللي هي بتاعه المطبخ، لكن انا سالت عليها كتير الصراحه ومش لقيتها خالص. شايفين بقى هنا لما بيكون القالب فيه بوزه كده بيبقى بسيط جدا وبيبقى سهل معانا في الاستخدام. نقطة كمان يا حبايبي، انا هنا حاطة القوالب بتاعتي على قاعدة او على صينية. فده انا بفضله لان القوالب السيليكون بتكون رقيقة جدا وسهل ان ممكن لما نيجي نشيلها تبدأ ان هي تحرك الجيلي من جوه القوالب. ولكن انا اختبرت برضو واحد من القوالب علشان اشوف هيوقع ولا لا، لكن الصراحه اللهم بارك كان متماسك وحلو جدا. هنا بقى بمنديل كده بالراحه خالص، لو في بعض الحاجات وقعت على خارج القوالب بتاعه الجيلي فبنبدا ان احنا نمسحها بكل سهوله عادي جدا. وبقول لكم هنا الفراغات اللي فاضله معايا هكملها بنوع تاني من الجيلي، وعلى طول على التلاجة وبنسيبه ما بياخدش مننا وقت خالص. وللنوع التاني معانا وبنفس الطريقه في الطبق او البوله الصغيره بتاعتنا وربع كوبايه من الميه وعليها بالجيلاتين، وبنفس الخطوات بندوب كويس جدا. وهنستخدم هنا نكهه الليمون والنعناع. عايزه اقول لكم النكهه دي تجنن، ريحتها خطيره جدا. مجرد ما بتنزلوها بس كده في الميه المغليه اللهم بارك، ريحه جباره بجد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحبكم جدا في الله يا أجمل وأحلى أخوات في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدا أبدا، اللهم أمين. ودعواتكم الجميلة وكومنتاتكم اللي دايما بتسعدني وبتفرحني، ربنا ما يحرمني منكم أبدا يا أجمل وأحلى أخوات في الدنيا. وفي قوالب مختلفة، وببدأ ان انا انزل بالجيلي بتاعنا زي ما شايفين كده، وهوريكم دلوقتي السرنجة كمان لما بنستخدمها اللهم بارك بتبقى جميلة جدا وبتسهل معانا خالص. طبعا فكرة الجيلي نفسها، الجيلي بيكون فيه جيلاتين، فلما بنضيف له كمان جيلاتين فده بيعمل عامل تماسك معانا كويس جدا. كمان المفروض ان احنا على باكل الجيلي الواحد بنضيف له كوبايتين من المية قبل وبعد. احنا هنا ضايفين كوباية الا ربع بس من المية، وكمان ضفنا الجيلاتين، فطبعا ده بيعمل تماسك كويس جدا جدا للجيلي بتاعنا. عايزة اقول لكم بقى يعني تجربة مش هتندموا عليها ابدا، بالعكس تجربة ناجحة جدا ممتازة جدا، وانا بعملها لاولادي من سنين وكلمتكم عليها قبل كده، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم بجد. هنا معايا باقي الكميه، وطبعا القوالب خلاص مش هتكفي معايا، فجبت البوله دي وضفت فيها الكميه بتاعتي من الجيلي، وبدخلها التلاجة واطلعها اقطعها مكعبات كده او مربعات بتكون خطيره. وكده بعد ما دخلتهم التلاجة عايزه اقول لكم ما بياخدوش وقت تماما، يعني تقريبا بعد نص ساعه تقدري تطلعيهم. بس انا كنت رحت مشوار تقريبا حوالي ساعتين او 3، واول ما رجعت على طول طلعتهم معاكم. اللهم بارك. شايفين الجمال، شايفين التماسك بتاع، عايزه اقول لكم مطاطيه جدا، مطاطيه ومش بالسهل ابدا انها تتقطع معاكم. بس طبعا ما يفضلش لو الجو حر، ما يفضلش ان احنا نسيبها بره وقت طويل. عايزه اقول لكم كمان حبايبي مش بنستخدم الفريزر خالص، احنا بندخلها التلاجة وبس، لان كان في ناس سالوني قبل كده على الفريزر. لا احنا مش بندخلها فريزر، هي زي الجيلي العادي الخالص بتاعنا بتتجمد من التلاجة، بالعكس التماسك بتاعها بيكون اسرع كمان من الجيلي العادي. شايفين بقى الاصابع بتاعتنا اللهم بارك بجد فظيعه تجنن، طعمها حلو جدا. طيب نقدر نضيف لها سكر يا امنيه؟ ايوه نقدر نضيف لها سكر لو احنا حابين، لو احنا حابين وبنحب الحاجه سكرها زياده شويه نضيف لها معلقه من السكر، ولكن بصراحه كده طعمها حلو جدا. شايفين بقى القلوب القمر دي؟ انا زعلت خالص ان ما عملتش من القلوب دي الاحمر، بس يلا مفيش مشكله، متعوضه ان شاء الله. عملنا بقى دببة ودولفين وأسماك، وعايزة أقول لكم والأرنوب، وطبعا شكل الوردية القمرية دي كلها قوالب للشوكولاتات. إن شاء الله بإذن الله نعمل مع بعض شوكولاتات بأشكال حلوة جدا بالقوالب السيليكون الجميلة جدا بتاعتنا دي. كل ما اجي اعملها معاكم في الاعياد واعمل الشوكولاتات دي بصراحة يعني اكسل جدا جدا وبيكون عليا ضغط كتير، لكن ان شاء الله السنة دي اعملها معاكم. فقلت ابدأ معاكم كده باشكال الجيلي القمر دي او الكاندي او الهربو. عايزه اقول لكم حلوى تحفه جدا جدا الصراحه، لما تعملوها يعني اولادكم مش هيشتروها من بره تماما. شايفين الارنوب؟ اللهم بارك. عاوزه اقول لكم بقى كانوا واقفين ورايا بالطابور احنا عايزين وكل ما يقابلهم شكل مختلف احنا عايزين الشكل ده، احنا عايزين الشكل ده. والله العظيم بجد حاجه تحفه جدا. انت تفرحي ويعني تكوني سعيده جدا لما تعملي لاولادك حاجه من اللي بيشتروها من بره، بالعكس ولما تكون بنوتك كمان تقولك دي احلى كمان 100 مره من اللي بنشتريها من بره يا ماما. بجد شابوه شابوه لكل ام جميله بتعمل كل حاجه في بيتها، شابوه لينا ستات بيوت شاطره جدا، اللهم لك الحمد. كل حاجه تعمليها في بيتك، كل حاجه تنفذيها بايديكي بجد بتكوني احلى واجمل حاجه. تسلم ايديكم يا حبايبي مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. وايدي انا كمان دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. مفيش حاجه صعبه، كل حاجه سهله وبسيطه جدا. بنقدر وبنعمل وبنتوكل على الله. تسلم ايديكم يا حبايبي. شايفين بقى عايزه اقول لكم هنا شوفوا المطه بتاعه الكندي بتاعنا، اللهم بارك، يعني اخد مني مطه كبيره جدا علشان يتقطع معايا بالشكل ده. لا بجد تحفه تحفه، جربوه ان شاء الله هتدعوا لي. وده طبعا اللي في القالب. عايزه اقول لكم انا كنت طبعا قدامكم ضايفه كميه من جيلي النعناع والليمون، وبعد كده ضفت عليه كمان كميه من المشمش. فهتشوفوا دلوقتي اللون اصلا هيبقى جميل جدا لما يتشال، مش لون واحد، هو اتنين في بعض بس دخلوا في قلب بعض، بس طبعا مختلف اللون. تحس ان هو مدي كده على لمعة جميلة جدا وشكل لذيذ خالص. بنبدأ نطلعه بالشكل ده بيطلع معانا زي ما شايفين، اللهم بارك، يعني تحفة. شايفين بقى معايا الجيلي بكل انواعه خطير يا جماعة بجد.
خطير، طعمه حلو جدًا، جدًا، النوعين دُولة ال3 أنواع دول أنا جرّبتهم بجد طعمهم تحفة أوي، كمان قبل كده الجيلي كولا جرّبناه وكان خطير جدًا، والتفاح الأخضر كان طعمه حلو أوي، أوي، فبجد جرّبوا كل الأطعمة وشوفوا إيه اللي أنتم هتحبوه، لو أنتم حابين إن تسيبوه زي ما هو بقى بالشكل ده تمام، حابين إن أنتم تضيفوا معلقتين من السكر عليها معلقة كده من النشا وشوية من ملح الليمون وتقلبوه في قلب بعضه ما فيش مشكلة تمامًا، يعني معاكم الاختيارين. وبكده يكون فيديو النهارده حبايبي انتهى، أتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس على الكل يوصلكم إن شاء الله مني كل جديد، والسلام عليكم.